بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى التقى ربه الأعلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، أطل عليكم من خلالها أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية بحمد الله ومنه، بحمد الله تعالى. ونكرسها كذلك للحديث عن فضيلة العلامة الفهامة المفتي الشيخ إبراهيم أشقر رحمة الله عليه. هذه الحلقة الثالثة، لا أقول الأخيرة. ربما نركن أو نذهب إلى شيء آخر، ولكن أعدكم أنني سأعود إلى هذا الشيخ الجليل بعد حلقات بإذنه تعالى، خاصة مع أولئك الذين وجدت كمية من أرقام وشخصيات لها علاقة مباشرة بالشيخ الراحل إبراهيم أشقر رحمة الله عليه. لم أتمكن زمنيا أن أتصل بهم، الأيام تداخلت علينا والساعات، ولكن إن شاء الله على وعد أن أتصل بهم. وشكرا جزيلا مجددا لأخونا رمضان محمد نور الذي أمدني بكم هائل من الأسماء والأرقام. سأواصل قراءة السيرة العاطرة، وقد توقفنا في الحلقة السابقة أن الكاتب قال إنه الشيخ إبراهيم أشقر جبل الزهد وأستاذ التواضع، نبذ الفاني وعمل للباقي، زرع الطاعات وذخر الصالحات، فلله در تلك الهمة. وكان رحمه الله أنموذجا فريدا في تحري الصواب في الأحكام الشرعية. أيضا فمن تلك النماذج الرائعة كان إذا أقبلت أيام عيد الفطر يخرج قبلها إلى الأسواق فيسأل عن أسعار الحبوب والذهب، وعلى ضوء ذلك كان يفتي. ومن ذلك حرصه على توحيد مواقيت الصلاة، فقد كان يذهب بنفسه إلى الإرصاد الجوي فيحضر نتيجة مواقيت الصلاة ويقوم بتوزيعها بنفسه في مساجد مدينة كسلا الجميلة. ومن تلك الشمائل الفريدة التي اتصف بها هذا الشيخ الجليل عدم انتصاره لنفسه أو رأيه إذا احتدم النقاش في مسألة، فحاله عند النقاش لا يتجاوز أحد أمرين: إما أن يقنع مناقشه، وإما أن ينسحب إذا رأى إصرار الآخر على رأيه. وهي حال المحققين، إذ إن الأوقات أنفس من وأنفس حقيقة، كما قلت في الحلقة السابقة أيضا، أنفس من أن تصرف فيما لا يجدي. وقد كان هذا الشيخ سلفي العقيدة ناصرا لمنهج أهل السنة والجماعة، معتصما بالهدي الأول. ومن أجل عقيدته الصحيحة وجد الكثير من المضايقات من أولئك الذين لا يعجبهم ذلك، ولكنه رحمه الله لم يلتفت إلى تلك الأكدار، بل مضى في طريقه داعيا إلى السنة الغراء وناصرا للمحجة البيضاء. ومن مواقفه في نصرة منهج أهل السنة والجماعة محاضرته التي كانت بعنوان الرحمن على العرش استوى، فقد نصر فيها منهج السلف وأثبت فيها العلو لله تعالى كما أثبته السلف. وقد كانت هذه المحاضرة شوكة في حلوق المخالفين لمنهج السلف، وعلى منوالها مضى رحمه الله ناصرا لعقيدة السلف. ولأجل عقيدته السوية كاده الكائدون لإزالته عن إمامة الجامع الكبير بكسلة، ولكن كل تلك المحاولات كان نصيبها الفشل، فقد كان هذا الشيخ روح ذلك المسجد، بل وروح المصلين فيه، فكان الفشل دائما نصيب كل من عاداه، أي عاد الشيخ ومسجده. وقد كان رحمه الله
في غاية الحكمة في كل تلك المضايقات التي تعرض لها. فما كان بالذي يحب الانتقام لنفسه إن أمكنته الفرصة. وإليك هذا الموقف الفريد وهو شاهد على ذلك. جاء بعضهم ذات مرة إلى الجامع الكبير وكال أنواعا من السباب إلى الشيخ إبراهيم أمام المصلين، ونسي هذا المسكين أنه يحدث قلوبا تغلغل حب هذا الشيخ في سويدائها. فماذا كانت النتيجة؟ قام الشيخ كله، قام المسجد كله لتأديب المتكلم في إمامهم. قام المسجد كله لتأديب المتكلم في إمامهم، ولكن الرجل نجا من التأديب. وستعجب إذا أخبرتك عن الذي كان سببا في نجاته. أتدري من الذي كان سببا في نجاته عزيزي المشاهد؟ إنه الشيخ إبراهيم أشقر إمام ذلك المسجد، والرجل الذي طعن فيه ذلك المتحدث. فقد أفلت الرجل بأعجوبة من بين أيدي المصلين الذين انكسرت حدة غضبهم أمام يدي شيخهم وهي تذب عن الرجل. فلو أراد هذا الشيخ الانتقام لنفسه لترك الرجل تحت رحمة أيدي المصلين، ويومها لما نجا الرجل إلا مكسورا أو مخدوشا. وكذلك موقف آخر برزت فيه حكمة هذا الشيخ الجليل. ففي مرة من المرات جاء إلى الجامع الكبير بعض أولئك المبغضين لهذا الشيخ، وحاول هذا الزائر إثارة المصلين على الشيخ إبراهيم أشقر، وبالغ في أحكامه على الشيخ حتى قال بعدم جواز الصلاة خلف الشيخ إبراهيم أشقر. وهذا الرجل من المعادين لأهل السنة والجماعة ومن المبغضين لآئمتهم، ولشدة عدائه لأهل السنة ما كان يستطيع إخفاء ذلك، فكان ذلك يظهر في فلتات لسانه ومداد قلمه. ويوم أن جاء إلى الجامع الكبير بكسلة كان قصده إثارة الفتنة في المسجد وتحريض المصلين على إمامهم، وكانت معه مجموعة من أنصاره من أولئك الغوغاء أتباع كل ناعق. وأفاض المبتدع في كلامه عن الشيخ إبراهيم أشقر، والشيخ معرض عن كلامه غير ملتفت إليه. وانتهى الرجل من كلامه والشيخ هادئ لا يبدي حراكا. فغضب بعض المصلين لذلك وقالوا للشيخ: لماذا لا ترد عليه إذا كان كلامه باطلا يا مولانا؟ فأجابهم جواب العالم: إنني لم أرد عليه خشية الفتنة، وحتى لا تقع عواقب لا تحمد، فليقل في ما شاء. فقد قال: فليقل في ما شاء فقد سامحته، ولكن إذا هتك دين الله ولم أرد عليه فلوموني. انظر إلى الرد المفحم: فليقل في ما شاء فقد سامحته، ولكن إذا هتك دين الله ولم أرد عليه فلوموني. فقال بعضهم: إذن لا نصلي خلفك. فقال: هذا متروك لكم. فتأمل رحمك الله في حكمة هذا الشيخ الجليل، فهو قد سكت عن الدفاع عن نفسه، لأن الطرفين كان مع كل واحد منهما جماعة يتعصبون لها، وفي رده إثارة لنزاع لا تحمد عاقبته. ولكن ما لبثت تلك السحابة العابرة أن انقشعت وعاد السيف إلى غمده. لقد انجلت تلك الفتنة والغلبة والظفر للشيخ الوقور إبراهيم أشقر، وظلت نسائم المحبة تهب في الغدو والرواح منادية بوجوب محبة هذا الشيخ الجليل، ومباركة مباركة على حلف تلك القلوب الملتفة حول شيخها. وكان لهذا الشيخ أيضا سهما في التصنيف، فمن مؤلفاته
الأدعية المأثورة من كلام سيد البرية، المختصر الفريد في علم التجويد، رسالة في الصلاة وأحكامها، رسالة في أحكام الجنائز، رسالة في أحكام الصوم وصلاة العيدين والأضحية والعقيقة، السماية يعني، المختصر في القصاص والعقوبات الحدية على ضوء الكتاب والسنة النبوية، ورسالة في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وتحقيق وتعليق على منظومة الدنفاسي في ضبط شكل القرآن. وهنالك مخطوطات لم تذكر أو لم تطبع كذلك، هذا غير الفتاوى التي كان يفتي بها عبر الإذاعة، إذاعة كسلة، وبين السائل والمجيب كما أسلفت. ومما مدح به الشيخ إبراهيم أشقر في حياته هذه القصيدة للبدري الأمين دفع الله. صاحب القصيدة هو البدري الأمين دفع الله. شكرا له وشكرا على كلامه الطيب في الشيخ الجليل. أنا سأقرأ القصيدة دون تعليق، وبعد ذلك ندلف إلى تشييع جنازة إبراهيم أشقر رحمه الله وأحسن مثواه. يقول الشاعر مادحا شيخنا وحبيبنا وقائدنا، ونسأل الله يجمعنا به في مستقر رحمته، يقول: يا حادي العيس، يا حادي العيس عرج بي إلى كسلا. هو ضبطها هكذا: يا حادي العيس عرج بي إلى كسلا، وطف رويدا وسائل عن سواقيها. مهلا فديتك متع ناظريك بها، رفقا بنفسك قبل الموت يأتيها. تلقى السواقي عليها الورق قد صدحت فوق الغصون، فتشجينا أغانيها. تبكي السواقي على عهد مضى زمنا، حبا وشوقا فما جفت مآقيها. فامسح مدامعها هونا وواسيها، وقف مليا بها كيما تناجيها. فامسح مدامعها هونا وواسيها، وقف مليا بها كيما تناجيها. واغشى المساجد وانهل من منابعها، واذكر إلهك رب الخلق هاديها. هذه المساجد كم ينبيك حاضرها، هذه المساجد كم ينبيك حاضرها، عن عالم فطن من أهل واديها. يذود عن دعوة الإسلام ممتثلا، أكرم بحضرته من عالم فيها. بحر من العلم للإسلام مفخرة، من نوره كسلا تزهو لياليها. بحر من العلم للإسلام مفخرة، من نوره كسلا تزهو لياليها. كم زان مجلسها بالعلم ينثره، والسنة إن درست بالعزم يحييها. شيخ الشيوخ إذا ما كنت تجهله، عجائبا عنه يا صاحي سأبديها. كم زان مجلسها بالعلم ينثره، والسنة إن درست بالعزم يحييها. شيخ الشيوخ إذا ما كنت تجهله، عجائبا عنه يا صاحي سأبديها. حوى التفقه والتفسير من صغر، وسيرة المصطفى المحمود يزجيها. في الفقه والإرث أستاذ أخو ثقة، كل المذاهب يدريها ويفتيها. حوى التفقه والتفسير من صغر، وسيرة المصطفى المحمود يزجيها. في الفقه
والإرث أستاذ أخو ثقة، كل المذاهب يدريها ويفتيها، قد جود الحفظ والتجويد يا عجبا، لم يبد فيما اقتنى عجبا ولا تيها. كم نال سامعه، كم نال سامعه في الفقه منزلة، بين الرجال قليل من يدانيها، يميل من طرب للعلم في شغف، فزاده الله إيمانا وتوجيها، شيخ المساجد من فينا يضارعه، أخلاقه كرمت والله باريها، من سبدرات سعى أكرم بها وطنا، علم ودين أتانا من روابيها، كم ردد الركب من أقواله حكما، يا حسن سيرته يا نعم حاديها. من سبدرات أتى أكرم بها وطنا، من سبدرات سعى أكرم بها وطنا، علم ودين أتانا من روابيها، كم ردد الركب أقواله حكما، كم ردد الركب من أقواله حكما، يا حسن سيرته يا نعم حاديها، أستاذ معرفة قرت به كسلا، وكم أفاد من الإرشاد من فيها، من في الفتاوى خبير غير حضرته، يأتي النصوص فيرويها ويجليها، من للحواشي محيط في جوانبها، من للتلاوة تجويدا وتنبيها، كم في المساجد قد أدى رسالتها، وخطبة الوعظ يستجلي مراميها، يا عالم الشرق فضل فيك نذكره للناس في كسلا أو في أقاصيها، فاذكر لنا مالكا واشرح موطئه، وأعد أحاديثكم للناس تشفيها، طابت لنا كسلا في عهدنا معكم، وطاب في كسلا رغد بناديها. فاذكر لنا مالكا واشرح موطئه، وأعد أحاديثكم للناس تشفيها، طابت لنا كسلا في عهدنا معكم، وطاب في كسلا رغد بناديها. ولا الضلال أتاه العلم منبثقا، فالضوء إن مر بالظلمات يجليها، تحلو المجالس إن ما جئت تشهدها، تدنو المتون وتحلو لي معانيها، جل الإله فكم بالعلم أتحفكم، فاذكر لنا سيرا طابت مجاديها، لم أكتب الشعر إلا عند حضرتكم، والنفس إن جنحت للشعر نثنيها، تأبى القوافي فلا تحصي مناقبكم، عفوا فإن رسالتي سأطويها، تأبى القوافي فلا تحصى مناقبكم، عفوا فإن رسالاتي سأطويها، لا تنس في دعوة الأسحار مجلسنا، ما هبت الريح أو جادت غواديها، واسأل إلهك أن يرعى مودتنا، وهنأ فأنت قرير العين هانيها. والله من أجمل وأبلغ ما قرأته في المراثي، والرجل شاعر مجيد، وقد أجاد وأفصح وأبلغ وأوضح وأصفى فيما ذكر من مناقب عن الشيخ. رحم الله الشيخ وجزاك الله خيرا أيها البدري شاعر الشرق. أنا لا بد أن أقرأ اسمه كاملا. بارك الله فيك. البدري الأمين دفع الله، قصيدة ما تحتاج إلى تعليق، وهي بمقام شيخ الشيوخ وشيخ المساجد وشيخ العلم والفقه والسير والأحكام. جزاك الله كل خير وأحسن أعملك، ورحم الله الشيخ الجليل. مشاهدي الكرام، الآن نأتي إلى كيف كان تشييع جنازة إبراهيم أشقر
رحمة الله عليه وأحسن مثواه. أولا كان خبر جلل ونبأ شديد يوم أن تسامع أهل تلك المدينة بموت الشيخ الوقور والعالم العامل إبراهيم أشقر. خبر أحزن القلوب وأبكى العيون وأبدى ألوانا من الأسى المكنون. يقول: لقد لازمت الأوجاع هذا الشيخ زمنا، ولكنه لم يلتفت إلى ذلك، بل واصل رحلته الطاهرة، فلم يخفف من دروسه حال أرباب الهمم الرفيعة. وقد شاء الله تعالى أن تكون نهاية تلك الرحلة الطاهرة في مدينة أم درمان، مدينة التي تعلم فيها. لقد كان موت هذا الشيخ مفاجئا للجميع، إذ إنه سافر من مدينته كسلى إلى الخرطوم ولم يكن يبدو عليه شيء، وكان سفره إلى الخرطوم بغرض طباعة كتابه المختصر في القصاص والعقوبات الحدية على ضوء الكتاب والسنة النبوية. وفي أم درمان كانت الوعكة التي لم تطل ليفارق الدنيا بعدها عالم شرق السودان وزاهدها الأوحد إبراهيم أشقر. وها هي مدينة كسلى تستقبل عالمها، ولو نطقت لأبدت ألوانا من الحزن. وقبل الظهر كان وصول الجنازة إلى مدينة كسلى، وكم كان الخبر شديدا على أهل تلك المدينة أن يسمعوا برحيل الذي أنعشهم بهدي الدين وغذاهم بروح الشرع الحنيف. واجتمع الناس في وقت لم يكن الوقت للصلاة، وأغلق الناس دكاكينهم، وهرع أهل الشرق إلى الجامع الكبير ينتظرون حضور الجنازة. وحضرت الجنازة إلى الجامع الكبير، ذلك المسجد الذي ظل صاحب النعش إماما له أكثر من 40 عاما. فيا لله كم نثر فيها من علوم، وكم أبان فيها من سنون وسنن طاهرة. واكتظت الشوارع يومها بالجموع الغفير، الكل يريد أن يكون واحدا من المشيعين لجنازة ذلك العالم الجليل. وحضر إلى الجامع الكبير في ذلك اليوم أناس لم يكونوا ممن يحضر إلى المسجد. حقا لقد عمت المصيبة الجميع. فكم يومها من عين دامعة، وكم من خنين يخرج من الصدور. وبعد الصلاة على الجنازة تسارع الجميع لحمل النعش، وأراد بعضهم أن يضع الجنازة على السيارة، ولكن أتى الرفض من الكثير. وقال بعضهم يومها: لا ترفعوا الجنازة على السيارة، ألا تحملون على أكتافكم من حملكم عمره كله على قلبه؟ وهكذا أجمع الناس أن يحملوا النعش على الأكتاف. نعم، لقد قررت تلك الجموع أن تحمل نعش شيخها على الأكتاف من الجامع الكبير إلى المقابر. ولا تنسى أن المسافة لم تكن بالقريبة، 2 من الكيلومترات ستقطعها تلك الجموع وهي تشيع جنازة هذا العالم الجليل. ولكن حب هذا الشيخ كان في مكان عال من تلك القلوب، فأنى للمسافة أن تحول دون تحقيق تلك الأمنية. وها هي الجنازة على الأكتاف والرؤوس، والناس مد البصر من الجهات ال4، والجنازة تسير ببطء من شدة الزحام. إنه زحام لم تعرفه مدينة كسلى، فقد ملأت جموع المشيعين الطريق الممتد من الجامع الكبير إلى المقابر. ولشدة الزحام أوقفت الشرطة حركة المرور، فقد كان الزحام فريدا في نوعه، حتى تعطل المرور في ذلك اليوم إلى ساعة متأخرة من النهار. وسارت الجنازة على الأكتاف، وقد ضج الناس بالبكاء. إنه مشهد لا تسأل عن عظمته.
إنه مشهد جنازة لإمام من أئمة السنة. لقد شمل الحزن يومها جميع الناس، رجالا ونساء وصغارا، وعلى جنبات الطريق الذي مرت به الجنازة فتحت الأبواب وأطلت النساء، وهن يشاركن تلك الجموع الحزن على موت ذلك العالم العامل والقائم لله ببلاغ دينه. إنه مشهد تعجز الأقلام عن وصفه وتسطيره. إنه مشهد يليق بعالم أنفق عمره في نشر الخير وتعليم الهدي. وحكى لي بعضهم أن أحد المشيعين انخلع حذاءه فما استطاعوا الانحناء لأخذه من شدة الزحام. يقول الكاتب: ولما وصلت الجنازة إلى المقابر كان الزحام في غاية الشدة، فقد امتلأت أرض المقابر بالخلق حتى ضاقت المقابر من تلك الحشود، فجلس الناس على حيطان المقابر، وكانت البقية خارج سور المقبرة. وفي المقابر كثر الخطباء بمناقب صاحب ذلك النعش، فترى هذا يتكلم وحده، وهذا يتكلم إلى جمع من الناس، وهذا يتكلم بمكبر الصوت وآخر بدون مكبر صوت. وهناك وفي مقابر مدينة كسلا وارت جموع المشيعين علما من أعلام السنة وواحدا من العلماء العاملين، لتنفض تلك الجموع الحزينة والحزن يفلق أكبادها وهي تودع شيخها الوداع الأخير، لحظات لا توصف بالأقلام ولا تسطر بالمداد. وهكذا ودع أهل مدينة كسلا العالم الغيور والشيخ الوقور إبراهيم أشقر، وستظل مناقبه حية ناظرة يستلهم الناس منها العبرة والدرس البليغ. فرضي الله عن ذلك الشيخ وأسعده مع السعداء، وأقر عينه بنعيم الله تعالى وجناته في المقربين المقربين إن شاء الله. أيها المشاهد الكريم، آسف على أننا ربما خرجنا عن ثقافة التسجيلات وما إلى ذلك، ولكننا نشهد الله أن هذا الشيخ كنا وسنظل نحبه في الله حبا، وأسأل الله يجمعنا به في مستقر رحمته. يومها لم أكن في كسلا، حيث كنت في أسمرة 1995، ولكنني سمعت بعد حين من وفاته وأنا في أسمرة، فلم يكن بالأمر حيلة، حيث انقطعت العلاقة الدبلوماسية بين الدولتين بفعل الحكماء الظالمين يعني. وإلا لو كانت الأمور طبيعية كان الواحد يأخذ إجازة ويأتي إلى كسلا، حتى لو لم نحضر الجنازة ولم نحضر العزاء، لكننا كنا سنحضر في ذلك العام. لكن من 94 الفرعون الحاكم في أسمرة والذين كانوا يحكمون السودان، وأنا أعتقد أنه هي جريرة ذلك الفرعون الحاكم في البلاد في أسمرة، فقطع العلاقة الدبلوماسية 94 وعزلنا عن مجتمع ننتمي إليه عقيدة ودينا ونسبا ورحما وثقافة وفكرا وسلوكا ومنهجية ولغة وكل ما يربط به الدين الحنيف. عزلنا ردحا من الزمن، فلم نعد إلى كسلا إلا 2008. ولقد حرصت أن أقابل أخي وعزيزي ابن الشيخ الجليل دكتور أبو ذر إبراهيم أشقر. لم أستطع يعني ملاقاته وجها لوجه، لكنني عزيته على الفقد الكبير، حيث كانت أيامي معدودة في كسلا لأمر يعلمه الجميع يعني. حتى اليوم لم أجد فرصة لأقابل الدكتور أبو ذر، ولكننا نتواصل، وهذه السيرة العطرة التي أمدني بها بارك الله فيه أخونا الدكتور أبو ذر إبراهيم أشقر. مشاهدي الكرام، رحم الله الشيخ الجليل، وإن شاء الله أعدكم في أيام قادمات إن شاء الله في الذكرى في شهر 9 إن شاء الله سنفتح هذه السيرة العطرة.
أيام رحيل الشيخ الأشقر رحمة الله عليه مع كثير من أحبابه وطلابه والتلاميذ. نرطب الجو شوي ونخفف وأحكي لكم موقف يعني كنت شاهد عيان فيه. الشيخ الأشقر طبعا عالم فقيه يغذي العقول، في نفس الوقت ينعش المجالس بما هو مريح يعني. يعني هكذا هي مجالس العلماء الكبار يعني. فذات يوم قرماي والدجاك حكيت عنها وقلت سأرجئها إلى الحلقة الثالثة، واليوم أختم بها هذا الحديث. فكان في مدينة كسلة في ذلك العهد من الإخوة المسيحيين يعلنون دخولهم إلى الإسلام، فيقفون بعد كل صلاة، دبر كل صلاة في الغالب يعني، ويعلن أنه دخل الإسلام. والشيخ الأشقر طبعا باعتباره إمام كسلة يقف جنبه فيقول أخونا من غير المسلمين اليوم دخل الإسلام، فرحبوا به وحيوه، ويتحدث عنه حديث طيب يعني، ويطلب من الناس مساعدته والوقوف معه وما إلى ذلك كما يأمر به الدين الحنيف. فذات يوم دخل أحد، أنا لا أقول هو من الإريتريين، ولكن ممكن يكون من إثيوبيا يعني. فأحد الإخوة المسيحيين دخل الإسلام واسمه قرماي. فقرماي ده أعلن إسلامه في المسجد، وكان الشيخ هو شاهد. فدائما أهل كسل الطيبين، واحد من التجار أو الميسورين، فيأخذ الداخل في الإسلام من المؤلف قلوبهم يعني، فيأخذوا. فالدجاج أخذ قرماي إلى منزله واعتبره واحد من أبنائه يعني. قرماي قضى في البيت وأصبح جزء من البيت، جزء من ناس البيت يعني. وخلاص بقى معروف إنه قرماي ده معه الدجاج. في يوم من الأيام سولت نفس قرماي الأمارة بالسوء، سولت له نفسه أن يأخذ الدراجة الهوائية ويمشي بها، لا يعود إلى البيت. وطبعا والدجاج هو من تجار كسلة، عنده أكثر من دراجة هوائية، يمكن عنده عربية كمان لا أذكر يعني. المهم فقرماي سولت له نفسه، فأخذ الدراجة مشى لغرض لأمر كده يقضي، وشغال في البيت يعني يجيب حاجات ويطلع فقرماي شال العجلة وفرتك يعني كما يقال يعني، انصرف ولم يعد، وأمره إلى الله يعني. لكن هو بس يعني حدثته نفسه العجلة وطلع بها وما رجع يعني. يمكن يكون مشى القضارب، يكون مشى القربة، أن يختفي في كسلة صعب شوية يعني. فأصبح الدجاج يبحث عن قرماي في السوق، فيقول من منكم رأى قرماي؟ مين يا جماعة شاف قرماي؟ ما له قرماي، قرماي أخذ العجلة وفرتك يعني. قرماي فقرماي أخذ العجلة وفرتك، والشيخ الأشقر يحكيها بهذه الطريقة رحمة الله عليه. فخلاص يعني اختفى عن الأنظار وعن الأعين قرماي، وخلاص بقى. فهو الدجاج بعد كل فترة يسأل أصدقائه يا جماعة ما شفت قرماي؟ ما شفنا قرماي، وهكذا يعني. فخلاص بقى الجماعة أصحاب الدجاج يسألوه ما لقيت قرماي يا الدجاج؟ يقول لهم خلاص يا جماعة خلينا أمرنا إلى الله. والدراجة ممكن تكون دراجة دبل يعني، دراجة ما شاء الله، والدجاج يعني وأعتقد دراجة جيدة يعني. فبعد فترة من الفترات أحد الإخوة المسيحيين أراد أن يشهر ويعلن إسلامه في المسجد، في ذات المسجد، والشيخ موجود طبعا، والدجاج موجود، وأصدقائه موجودين في المسجد. ده رجل آخر يعني، شخص آخر أراد أن يدخل الإسلام فيعلن إسلامه أمام الناس. فالجماعة طبعا دايرين يثيروا حفيظة والدجاج يعني، أو يقرقوا زي ما يقول يعني. فواحد من أصدقائه قال له الدجاج جاك الليلة واحد تاني كمان، وأخو قرماي جاك شيله، قال له هسي كمان عشان يشيل لك الحاجة الباقي يعني. فالدجاج طبعا، وفي ذلك العهد طبعا كان
يعني منجستو هايلا مريم هو الحاكم بأمره في إثيوبيا، وإريتريا طبعا الوقت ذاك دولة مستعمرة يعني. فودجاك عارف إنه هذا قرماي ده حبشي وينتمي لمنجستو، يعني سواء كان من إريتريا أو من إثيوبيا. لا، أنا أشك إنه ما من إريتريا، لأنه أنا لا أبرئ ساعات الإريتريين، ولكن يعني مثل هذا السلوك بعيد منال عن الإريتريين حقيقة يعني، ليس تحيزا فواحد من أصدقائه قال له الدجاج ها اليوم كمان دخل لك قرمايته شيله معاك، قال له. فالدجاج طبعا هو زعلان من قرماي وطفح به الكيل يعني. فقال لهم قرماي شنو؟ قال لهم بعد كده منقست ذاته لو أسلم أنا ما ده. فالشيخ الأشقر يكرر هذه ويقول والدجاج طبعا قال زعلان، قال والله مش قرماي بعد كده منقست ذاته لو أسلم ما دايره ذاته يعني. والجماعة يضحكوا. أنا سمعت هذه من شيخنا الأشقر رحمة الله عليه. والدجاج ربما جالس الوقت ذاك أو ما جالس فيحكي هكذا يعني. وكان برضو شيخ الأشقر رحمة الله عليه يعني حكى لي الأخ محمد سعيد محمود إنه كان في واحد من أصدقائه، أصدقاء الشيخ الأشقر يعني من جلاسه ويحترمه شديد، اسمه كان شغال في أحد البنوك الإسلامية في مدينة كسل. هو اداني الاسم بس لإخراجه من الجوال شوية صعب يعني، أنا أسجل هذه الحلقة على الجوال يعني. فقال إنه هو من جلاسه وأحبابه أحد الإخوة السودانيين والدراضي ولا حاجة كده، فمن أصدقائه ومن تلاميذ الشيخ يعني. فذات يوم جاء الصلاة الرباعية، إما العصر أو الظهر أو العشاء يعني، فلكن هي بالنهار لأنه مرتبطة بالتبرع يعني. فأدرك من الصلاة الرباعية ركعتين، ف وجاء متأخر كده وهو رجل مسجد يعني، يتردد على المسجد دوما، صديق الشيخ ومن جلاس يعني. فقام كان عنده عامل عمة كده، فقام فرش عمته كده وبدأ يصلي الركعتين اللتين فاتتاه يعني. فأعتقد هو أطال في يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا أو فأتموا. وهذا كده تعلمناه من الشيخ الأشقر، يعني ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا أو أتموا، يعني معروف المعنى. بمعنى فاتتك صلاة رباعية في الركعتين، يمكن أن تقرأ سورة الفاتحة وتركع وهكذا وتكمل الركعتين، أو بمعنى أنك أنت تتمم، أو تقرأ الفاتحة وشيء من القرآن الكريم وتكون أنت تقضي الركعتان التي فاتت. فيبدو لي المسبوق هذا يعني داير يتم، داير يقضي لا يتم يعني، فأطال في الركعتين. ففي واحد من أصدقائه الدراضي شافه قاعد يصلي وعلى مدخل المسجد، مدخل المسجد جوا يعني مش الحوش، اللي من يعرف مسجد مدينة كسلة. فقام داري مازحه، قام شايفه هو صديقه والشيخ الأشقر جوا طبعا، هو لا ينصرف من الصلاة، لازم يعمل الأذكار وهكذا ويعلم الناس ثم يدعو أحيانا. فقام صاحبه لصديقه الشيخ اللي هو الدراضي، قام طلع من المحفظة وقام جدع عليه 100 جنيه كأن كأنه، والرجل طبعا يصلي فخلاص ما ممكن يطلع من الصلاة. فالذين طبعا مدينة كسلة كانت طيبة ساعتها والناس ميسورة، فافتكروا الجماعة انه هذا الرجل يشدي ويطلب تبرعات، فقام بيدوا يجدعوا له 5 جنيه 10 جنيه 100 50 بتاع. والرجل وهو رجل شغال في البنك ورجل هنا فواصل في صلاته طبعا، كتم يعني ما في نفسه ما في شك يعني. فمع السلام عليكم السلام عليكم لقى العمة ملان. فقام وذاك طبعا اداه ال 100 جنيه وقاعد ينظر من بعيد، قاعد يشوف ماذا يفعل هذا.
فلملم الحاجات كده بالأطراف الأربعة. وأثناء اللمليمه كده جاء الشيخ الأشقر ماري فشافه وضحك يعني. فقال له ما هذا؟ قال له يا عبد الرضي، قال له شايف الشيخ ذاك مجرم ذاك؟ لقاني انا فاتتني ركعتين معك يا شيخنا، قال له ففرقت هنا لانه ما دار يعني اصلي فيها. فقام اول ما شافني قام طلع ال 100 جنيه ورماه والناس بعد. فضحك الشيخ ضحك ضحكته ذيك المعروفه رحمه الله عليه. قال له خيرا فعل، نعمل بها شو ناسي؟ قال لي هذه تتصدق بها للفقراء والمساكين. فقال له ما هو الخير ده بيجيك هكذا. قال له، فقال له خلاص انت توزعها يا شيخنا. قال له تعال نوزعها معا عشان هناك. فطلعوا من مدخل المسجد على الساحه، طبعا المساكين والفقراء كتار. قال له تصدق بما انفق عليك يا هذا يعني. ويضحك الشيخ طبعا الاشقر حتى في كلامه الدارجي دائما الفصيح معاه يعني. وهكذا دواليك كان يقول طبعا. يعني معناه طبعا عنده كلمات كده جميلة ومعسولة يعني. وكان كثير العلم وغزير الدعابة والمفاكهة اللطيفة، مفاكهة العلماء. فقال له هذا ما جاده به يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود يعني. أحسب أنه قال هكذا يعني. فقام مشوا مع بعض وتصدقوا بها للفقراء. وبعدين لقوا الراجل واقف هناك رمى 100 جنيه أول مرة، فضحك الجميع ورحم الله الشيخ الجليل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. والله الحديث عن شيخنا الأشقر يطول ويطول. ونحن في ختام هذا اللقاء ندعو بما كان يدعو به الشيخ الجليل. كان يدعو عقب كل درس يقول آمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك اللهم من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار رسول المصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي وانصر كلمة الحق والدين وأهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وعذاب الآخرة. ومتعنا اللهم يا رب أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجو فلا تطردنا، وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من الفائزين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا الله. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر يا الله. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر يا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير. هذا الدعاء أنا حفظته من الشيخ إبراهيم الأشقر رحمة الله عليه، وأدعو به دوما يعني. فكان شيخنا في كل شيء، له الرحمة والمغفرة. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة المشاهدون. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج مع اللغة العربية. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.